حبايب قلبي عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل حاجه حلوه وجميله وسهله وبسيطه واقتصاديه. هنعمل كيكه الكريم كراميل بالكراميل الاقتصادي، وكيكه كمان اقتصاديه عشان تنفع راس السنه وتنفع اعياد الكريسماس ان شاء الله لاخواتنا المسيحيين. كل سنه وهم بالف خير. كملوا معايا لاخر الفيديو عشان تعرفوا احنا عملناها ازاي. ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده هنعمل وصفه سهله وبسيطه وجميله جدا زي ما متعودين على وصفاتي من مطبخ ام احلى البنات. هنعمل حاجه لاخواتنا المسيحيين اللي بيحتفلوا بالكريسماس، دي تنفعهم حلوه جدا، واللي بيحتفلوا برضه براس السنه للمسلمين والمسيحيين، وكلنا بخير وسنه سعيده علينا جميعا يا رب. دي جميله جدا. مقاديرنا بسيطه جدا: كوبايه لبن، كوبايه سكر، كوبايه الا ربع زيت، وفي ناس بتعملها بسمنه بس هتقولي انت عملتيها بزيت ليه؟ اقول لكم عشان بتبقى هشه وخفيفه. كوبايه ونص دقيق، معلقتين لبن بودره، طبعا عبوه معانا كريم كراميل اي نوع، باكو بيكنج باودر، بيضتين، والفانيليا طبعا بتاعتنا اهي. احنا قلنا الفانيليا الجاهزه نحط 2 3 لان بيدخلها سكر. هنوسع على نفسنا كده ونجيب ايه الخلاط بتاعنا. وصفتنا كلها وصفه خلاط زي ما احنا بنقول بسيط وسهل. هنقرب خلاطنا كده، هحط كل مكوناتي واقول لكم كل اللي انا عايزاه عشان خاطر اما افتح الخلاط هفصل الصوت. بسم الله. ادي بيضه، بيضتين، دي المقادير بتاعتي. احط معايا كيسين فانيليا، مفيش مشكله خالص. وبعد كده هنزل بالزيت. بسم الله. وبعدين السكر، شفتوا انا حطيت ايه؟ كله على بعضه. وبعدين اللبن، وبعدين 2 معلقه كبيره لبن بودره. وهاخد عبوه الكريم كراميل. هاخد الكراميل طبعا هنزين بيه في الاخر، واحنا عارفين اكيد شفتوها كتير وعارفينها. هنضرب كل الخليط ده مع بعضه، وانا قبل ما اضرب هفتح الخلاط بتاعي. ليه؟ عشان لما اجي اضربه الهواء يخش من هنا، عجينتي او خليطي يبقى ناجح، يخش له هواء ويفضل يتجانس مع بعضه. بسم الله حبايب قلبي. انا ضربت ايه الخليط بتاعي كويس جدا. هنزل بكوبايه ونص دقيق. بسم الله. برضو هنجرب حته الدقيق معانا بيمشي في الخلاط ولا لا. في خلاط ممكن يمشي، في خلاط يقولك لا نضربه بره مع المواد الجافه. انا بنزل بقى الخليط ايه من الدقيق اللي طالع فوق ده، انزله وهفتح بقى ايه الخلاط، اكمل ضرب الخليط بتاعي ونشوف هنعمل ايه. حبايب قلبي انا الخليط بتاعي خلص وحضرت الصواني بتاعتي ودهنتها سمنه زي ما انتم شايفين. هنزل بالخليط بتاعي، وخلي بالكم ان احنا حاطين بيكنج باودر، فطبعا مش هامله الصينيه للاخر، املاها لغايه نصها كده. ننزل هنا الاول. بسم الله. بصوا الخليط بتاعي جميل جدا مغذي جدا. بسم الله. هاجي للصينيه التانيه زي ما احنا شايفينها كده، هنزل بباقي الخليط. هتطلع عاليه وحلوه بس مش عاليه قوي، انا بحب الكيكه بتاعتي تبقى عاليه وسط، ما تبقاش عاليه قوي عشان ما تبقاش مكتومه. وانا زي ما قلت عاملاها بزيت عشان خاطر تبقى هشه وخفيفه. انا طبعا مولعه الفرن بتاعي عشان يبقى سخن. هنزل الخليط بتاعي في الصواني ونشوف هنعمل ايه. حبايب قلبي انا دخلت الصواني بتاعتي الفرن، ودلوقتي هعمل الكراميل. كوبايه سكر هحطها كده في الصينيه، ما اقلبش زي ما احنا متفقين، وما احطش ولا نقطه ميه ولا اي حاجه، وما اقلبش، اسيبها كده لغايه ما تتكرمل ونشوف هنحط ايه عليها تاني. حبايب قلبي بصوا شايفين السكر ده اسمه الايه الكراميل الاقتصادي، لا بلبن ولا بزبده. هنشوف هنعمله ازاي وهنعرف ان هو بسيط جدا وممكن يعمل لنا حاجات كتير. انا مش عايزه اقلب عشان خاطر نشوف بيتكرمل ازاي. بصوا هنا اول ما الاقي الحروف كلها ابتدت تعمل كده، ابتدي انا ايه اتدخل بالراحه واحده واحده، وبوطي النار اخليها مش عاليه ولا واطيه، بسيطه. هنشوف اما يعمل ايه بقى الكراميل ونشوف هيوصل ايه. حبايب قلبي بصوا بيبتدي ان هو كده، ابتدي انا اتدخل بقى في اللي هو ايه السكر اللي قدامي ده. ابتدي كده بصوا بيتكرمل معايا وسهل وجميل جدا، وزي ما قلت لكم ان هو كمان اقتصادي. بصوا بيبتدي يتكرمل، اقلب بالراحه خالص، ما اقدرش افضل اقلب كده، لا 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 لا، بسيط. ادخل بس السكر اللي مش متكرمل في المتكرمل. بصوا بيبتدي ان هو يستوي معايا ويبقى بصوا ازاي جميل ازاي.
دقيقتين وهنشوف هنحط عليه ايه. حبايب قلبي السكر بتاع الكراميل هنزل عليه بالراحه كده بكوبايه ميه وابعد، عشان زي ما احنا متفقين. اللهم اكفينا شر النار يا رب. بصوا ما تخافوش خالص، كل الكلكعه دي والتكتلات دي هتفك معايا اول. انا مولعه عليه لسه ما طفتش. بصوا كل ده هبتدي اسيحه كده في الميه السخنه اللي سخنت طبعا من الكراميل. بصوا بالراحه مع بعضنا لغايه ما التكتلات دي تروح خالص. الكراميل بتاعي خلاص فك معايا، هنزل عليه باتنين شوكولاته، كعبين شوكولاته بيضه، هتسيح وهتبقى زي الكريمه. طبعا هو عندي سخن. بصوا بتبتدي تسيح ازاي. اول ما نزلت خرطت خالص في الايه، في الكراميل اللي عندي. هتسيح معايا. انا بقى ايه، فتحت النار وموطيه عليها خالص لغايه ما الشوكولاته البيضه اللي عندي تسيح ويصبح كراميل جميل جدا. هنشوفه بعد ما يخلص ان شاء الله. حبايب قلبي الكراميل اهو حطيت عليه الميه وحطيت عليه الشوكولاته لسه بتسيح معايا اهي. بصوا لسه طبعا عشان انا موطيه النار خالص. انا بقى حطيت ايه في المج ده، تعالوا كده بصوا معايا. حطيت معلقتين من المعلقه دي لبن بودره ومعلقه دقيق وحطيت عليهم ربع الميه. بصوا كوبايه ربعها بس، واقلبها كده عشان اعزز الكراميل عندي. وهنزل عليهم بسم الله في الكراميل كده. بصوا بقى عامل ازاي، وبعد ما يستوي هيبقى تحفه. طبعا اللبن البودر لما بينزل على اي حاجه بيعزز الطعم واللون. بصوا كده انا حطيته عشان افتح لون الكراميل معايا، وعشان كمان اعزز طعم الكراميل على الكيكه كده. بسم الله ما شاء الله الكراميل بتاعي خلص. هقفل عليه هو كده خلاص، هخليه يغلي قدامكم اهو. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، جميل جدا. ده كراميل اقتصادي. مش عايزه تحطي معلقه الدقيق ومعلقتين اللبن البودر براحتك، ده اختياري، بس انا بحب اعززه. بصوا بصوا بقى جميل ازاي. استوى معايا. هطفي عليه واسيبه ان هو يستهدى عشان اما الكيكه بتاعتي تطلع يكون بارد شويه او دافي، وانزل على ايه، على الكيكه بتاعتي ونشوف هنعملها ازاي. حبايب قلبي احنا الكيكه بتاعتنا استوت اهي زي ما انتم شايفين ما شاء الله، وموزيه جدا وجميله جدا وهشه جدا. هجيب خله كده هسقط كده فيها عشوائي كده عشان لما احط الكراميل بتاعي ينزل في الكيكه ما يبقاش على الوش بس. ماشي يا حبايب قلبي. وانا عندي هنا سبرينكل كده ذهبي وشوكولاته بيضه بشرتها كده. احنا كده كده حاطين في الكراميل عشان نزوق بيها. والتانيه برضو هعملها نفس الكلام. الكيكه بتاعتي جميله جدا. انا ما بحبش الكيكات بتاعتي تبقى عاليه. بسم الله. طبعا ايه الكراميل بارد والكيكه بتاعتي سخنه، هتلاقي كله ساح مع كله. هبتدي بقى ايه اوزع كده. طبعا هجيب الاسباتشولا بتاعتي اوزع ونشوف هنعمل ايه بعد كده. حبايب قلبي انا زوقتها الزواق ده، وطبعا الزواق ده اذواق، كل واحد يزوق باللي هو عايز يعمله. انا لقيت حاجات بسيطه كده عشان خاطر ان احنا نزوق بيها. انا حطيت هنا سبرينكل ملون طبعا عشان بقى الكريسماس وكده، ولولي ذهبي وفضي. وهنا حطيت الكراميل بتاعي عادي، وحطيت شوكولاته المبشوره البيضه وعليها كريز. حاجات بسيطه بس بتفرح الاولاد وبتنفع في الاعياد الكريسماس واعياد راس السنه. ويا رب كده يجعلها سنه جميله علينا جميعا، وان شاء الله تجربوها وتعملوها. ما تنسونيش بقى في السبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا لايك، ويا ريت يا ريت تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات. انا ببقى سعيده جدا بيكم. مع السلامه.